أملك شركة لا يعرفني فيها أحد من الموظفين بصفة المالك باستثناء المدير والسكرتير. لقد طلبت منهم عدم الكشف عن هويتي، فأنا عادة لا أذهب للزيارة. في أحد الأيام قمت بزيارة الشركة، ورأيت زوجتي السابقة التي طردتني من منزلي سابقا. سألت المديرة فقالت إنها إحدى موظفات الشركة. أصدرت تعليمات للمديرة بترقيتها إلى ضابط شؤون الموظفين، وطلبت إعطائها سيارة ومنزلا صغيرا وعامل حديقة، رغم أنه موقف غير مستحق، وهو ما فعلته. وبعد شهر ذهبت إلى هناك كباحث عن عمل، وبمجرد أن رأتني مع طلب وسيرتي الذاتية رفضتني تماما، وألقت طلبي في وجهي أولا، ثم مزقته إربا وألقته في سلة المهملات. بعد أن نعتتني بكل ماضي، أبلغتني أنني لن أحصل أبدا على عمل أو فرصة في الشركة